السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ملخص وأهداف مباراة إنجلترا وإيران في كأس العالم 2022. واجه اليوم الاثنين منتخب إنجلترا نظيره المنتخب الإيراني ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم لحساب المجموعة الثانية، ودخل الأسود الثلاثة المباراة بالضغط المستمر الذي أسفر عنه في الدقيقة 35 بتوقيع بيلينغهام، ثم عاد ساكا ليضاعف النتيجة في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، ولم تمر سوى دقيقتين فقط ليزيد هيم ستارلينغ من الغلة التهديفية لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الإنجليزي على إيران بنتيجة 3-0. ومع بداية الشوط الثاني قام كيروش مدرب إيران بالدفع بثلاث تغييرات مرة واحدة عن طريق إقحام مرتضي مكان محمد حسين، ثم علي جولداز مكان علي رضا، وخرج علي كريمي ليحل مكانه سعيد عزت. وحاول المنتخب الإيراني تقليص الفارق بالضغط المستمر ليفاجأ بتسجيل ساكا للهدف الرابع في المباراة، وحاولت إيران تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، وكان لها ما أرادت لتسجيل في الدقيقة 65 الهدف الأول لها في المباراة. وشارك راشفورد في حفلة الأهداف بتسجيله الهدف الأول له والخامس للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني. وزاد جاك غريليتش من جراح إيران بتسجيله السادس في الدقيقة 90، ثم تم احتساب ضربة جزاء للمنتخب الإيراني ليتصدى لها مهدي طارمي ويحرزها بنجاح لينتهي اللقاء بنتيجة ساحقة للأسود 3-6 مقابل 2. يذكر أن المنتخب الإنجليزي دخل المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى جوردان بيكفورد، الدفاع ترينت ألكساندر أرنولد، لوك شاو، جون ستونز، كيران تيريبير، وفي الوسط ديكلان رايس، ماسون مونت، جون بيلينغهام، وفي الهجوم رحيم ستيرلينغ، بوكايو ساكا، هاري كين. فيما قد دخل المنتخب الإيراني المباراة بتشكيلة مكونة من في حراسة المرمى بيرانفاند، خط الدفاع محرامي صداغ، مرتزا شيشمي، ماجيد حسيني، ميلاد محمدي، وفي خط الوسط إحسان جاش صافي، علي كريمي، وأحمد نور الله، وفي الهجوم جهان بخش ومهدي تاريمي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.